ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكرت قبل كده في مرة البي بي او الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث للفعل، بيحصل امتى؟ هو معظمنا عارف ان هو اسمه البي بي او الباست بارتيسيبل والتصريف الثالث للفعل، لكن مش كتير يعرفوا هو الزمن ده بيحصل امتى او الحدث ده يعني ايه التصريف الثالث ده. عارف انت الماضي البسيط زي ما اقول played او worked، او اقول مثلا ate او drank. ماضي بسيط. اهو الماضي البسيط ده في زمن لو حصل قبليه هو ده البي بي. يعني الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للفعل هو ماضي اقدم من الماضي البسيط، ماضي اقدم من الماضي البسيط، وبالتالي هو احنا بنستخدمه في الماضي التام اللي هو an action that happened before the past simple. الماضي التام ده اللي هو الباست بيرفكت، زمن او حدث بيحصل قبل ما يحصل الماضي البسيط. فلو حد سألك بقى خليك ناصح كده وذكي، واعرف امتى البي بي او الباست بارتيسيبل والباست بارتيسيبل والتصريف الثالث للفعل بيحصل امتى. زي ما بنقول هو ماضي قبل الماضي البسيط. اقدم ماضي ممكن تلاقيه في اللغة الإنجليزية هو الباست بارتيسيبل. أشوفكم في حلقة جديدة من البهارات في لغة الفرنجات. والسلام عليكم ورحمة الله.